حلو صبح، يا قلم طل يا حلو صبح. نهاري فل. يا ترى يا هل ترى هروح فين النهاردة؟ صح، أنا كنت في شنطة ومعايا بطاطا. أيوة، مين؟ أنا أمنة يا دريدة، اتفضلي. ألا ايه الشغل اللي في بينا يا دنيا ده بقى؟ مين بيودي على فين؟ ازيك يا أمنة؟ وحشتيني قوي. صورك وانت في الممر الشرفي كانت حلوة قوي بجد، ما شاء الله. شكرا يا دريدة، الفضل يرجع لربنا ثم ليكي. وبصراحة كده أنا في جملة بسمعها من بابا بتقول: دع من يراك يدعو لمن رباك. فأنا قلت أجي بنفسي أشكر دكتورة سارة على تربيتها ليكي. هو احنا هنفضل كتير في الحاجات الحلوة دي؟ أنا عايز أكشن. ها 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 ها. آسف. أهلا أهلا ببطلتنا. عارفة أكتر حاجة عجبتني فيكي إيه يا أمنة؟ ثقتك بنفسك. البنات دلوقتي تلاقيها تلبس وتتمكيج عشان تبقى حلوة، ما يعرفوش إن الثقة بتيجي من جوه. شكرا يا دكتورة سارة، ده من ذوق حضرتك بجد. الحمد لله أنا ما بعملش حاجة حرام أو عيب، عشان كده راضية. أنا آسفة إني جيت لحضرتك يعني من غير ميعاد، بس كنت عايزة أشكر حضرتك على تربية دليدة بنتك، وكنت حابة أدوقك من البطاطا بتاعتي أنا وبابا. بقى البطاطا اللي جنبي دي لدكتورة سارة؟ لا عيب عليكم، مش هقول هاتي حتة بقى، هي تفاصيل وخلاص. صحيح، والقلم بتاعك كان واقع منك يا دليدة، قلت أجيبهولك. لا خديني لفة، ما تروحنيش على طول. أولا بس كده يا أمنة، أنا اسمي طنط أو خالته سارة، دكتورة هناك في الشغل. وتسلم إيدك على البطاطا الحلوة دي، تعبتي نفسك بجد. يا لهوي، في ايه يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العيال العفاريت دول كل يوم يفرقعوا بومب وصواريخ كده لحد ما يجيبوا أجلنا في مرة. أمال هنعمل إيه في رمضان يا ولاد؟ اجل ايه ده؟ انا اعصابي ثابت. انا كنت عايز اكشن بس مش للدرجة دي. دكتورة سارة. أيوة يا أم باسم، في إيه؟ الحقي باسم ابني عمال بيصوت وجسمه بيرتعش، الحقي. استر يا رب، بسم الله. مالك يا ابني مالك؟ هو في ايه يا دليدة؟ دي ام باسم جارتنا، وباسم ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلنا بنحبه وبنخاف عليه قوي. سلامتك يا باسم، ان شاء الله انا وانت لا. اطمني يا ام باسم، اطمني، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. تعالى معايا يا عمر. حاضر يا ماما. صلي على النبي بس يا عمر، راح الشارع تعملي ايه؟ هو في ايه؟ انتوا شايفين ان دي حاجة كويسة يعني انكم تقعدوا تلعبوا بالحاجات دي وتخضوا الناس؟ وانت يا عم سعيد فرحان وانت بتبيع الحاجات دي للعيال؟ حصل ايه بس ده كله يا دكتورة سارة؟ ما العيال بتفرح اهي. في ان انت عشان تفرح العيال دي بتنكد على اسر كاملة. ذنبها ايه ام باسم انها تعيش في المرار ده كل شوية؟ لا ولسه شهر رمضان. والله يا دكتور. ده الكبير اتفزع قبل الصغير، ده انا كنت هعملها على روحي يا ناس. والله يا دكتورة سارة، باسم ابني أول ما يشوف زينة رمضان بس متعلقة بيقعد يعيط ويخاف. طنط سارة، هو باسم ماله؟ أخوكم باسم يا حبايبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني لو صوت عالي حصل جنبه زي صوت البومب والصواريخ ده بيقعد يعيط جامد ويجيله حاجة اسمها الانهيار الحسي. يعني ايه يا ماما؟ أعراض الانهيار الحسي ده يعني إنه يقعد يصوت ويصرخ جامد، أو ممكن يحس بوجع في جسمه أليم قوي، يدخل في نوبة غضب. وده بسبب إن ربنا خلقهم عندهم حساسية زيادة عننا شوية. وطبعا يا عم سعيد عشان يرجع لطبيعته بياخد وقت طويل قوي. والله يا دكتورة سارة، أنا اللي بقيت أخاف من رمضان والأفراح وأعياد الميلاد عشان البلالين والفرقعة اللي بتحصل فيه، ما بقيتش عارفة أعمل إيه. حقك علينا يا مباسم، من انا ورايح حد الله بيني وبين الحاجات دي. إحنا آسفين يا طنط أم باسم، إحنا آسفين يا باسم، إحنا بنحبك ومش هنعمل كده تاني. صدق اللي قال، ما يجيبها الا ستاتها. متشكرين يا جماعة. وانتي يا أم باسم تعالي نطلع، وأنا هقولك تعملي إيه لو لا قدر الله ده حصل تاني. إيه حكاية الألم ده؟ هيفضل قاعد كتير مع دكتورة سارة ولا إيه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي هنا العنوان.
استنونا يوم الجمعة مع 9 مكان القلم هيروح.